بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي الأمين محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ما زال حديثنا موصولا بعون الله وتطبيقه عن الآداب النفسية وترويضها على الطاعات المرضية وذم المعاصي وضررها على القلوب، حتى وصلنا الحسد. إن الحسد عباد الله داء عظيم ما وقر في قلب إلا حمله على العداوة وحب القتل والتفرق للمسلمين ونبذ جمع شملهم وعدم توحيد صفوفهم. فالحسد داء الأمم قبلنا، وهو أول معصية عصي بها رب العالمين سبحانه وتعالى. والحسد استعاذ منه رب العالمين في محكم كتابه من شر حاسد إذا حسد، وإثمه عظيم. لقد جاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحسد عرفه العلماء بأنه تمني زوال النعمة عن أخيك ولو لم تصل إليك بوجه، يعني على وجه لو كانت بيدك لدفعتها عنه ولصرفتها عنه. فالمدرك الذي يدرك الخير ويحبه لنفسه ينبذ الحسد ويتركه ويغلق أسبابه. فأسباب الحسد العداوة والتحبب والتكبر، وكذلك من أسبابه التعزز والتعجب، ومن أسبابه أيضا حب الرياسة والشح، كما قال بعضهم رحمه الله: أسبابه عداوة، تحبب، تكبر، تعزز، تعجب، حب الرياسة والشح، هاتي أسبابه اللواتي من حياته. ولله در بعضهم: عجبا لهذا الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتل. فالحسد يضر الحاسد ولا يضر المحسود. والحسد يحمل الإنسان على أن يزهق نفسا بغير حق. والحسد في بعض الأحيان يحمل صاحبه على أن يقتل أبناء المحسود، أو أن يبيد بماله، أو أن يسرقه. فالحسد أشد ضررا من الغيبة، أشد ضررا من الزنا، أشد ضررا من السرقة. فهو عائد بالله ما أول معصية عصي بها رب العالمين، وهذا أمر عظيم. فيستعيذ العبد من الحسد. والحسد له دوافع، فمن أجلها وأهمها دافعان. فالدافع الأول أن تدعو للمحسود، أن ترجو له الخير وتدعو له بالخير، لأنك إما أن تحسده بنفسك أو أن تحسده بين الناس بلسانك. فإن كان حسدك من النفس فادعو له بالخير، فهذا يصرف الحسد عنك إن شاء الله. إذا كنت تذمه بين الناس فامدحه بين الناس، فهذا أيضا يدفع الحسد عنك. وهو نقمة وبلاء يصيب الإنسان، يفسد عليه عيشه، يهلكه في مغاب الهلاك، وهو لا يدرك نعمة المحسود. فالإنسان يدرك أن النعمة من الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو المقسم لنعمه. فمن رأى ذلك وفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى يرى أن نعم الله عليه كثير. فلنحمد الله سبحانه وتعالى نعمه. الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، فبنعمة الله يجحدون. فيحمد الله سبحانه وتعالى كل إنسان منا على نعمه التي قد أعطاه الله إياها، فهي نعم تستحق الشكر والحمد، فنحمده عليها ونشكره بالقول والفعل فيها. والله سبحانه وتعالى جزيل يحب الخير لكل الناس، وهو يدعو لنا كل يوم للخير، يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. يدعوكم ليغفر لكم، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يرتجي كل أحد منا لا تيأس من رحمة الله، ويفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فالله يرزقه